عايزين تعرفوا ازاي تعملوا احلى صينيه بطاطس بالفراخ مختلفه عن اي طريقه تانية اي حد بيعملها؟ بجد حلوه جدا وهتعجبكم، لازم تجربوا الطريقه دي. قبل ما نبدا ما تنسوش تعملوا لايك وشير للفيديو وسبسكرايب للقناه، وتقولوا لي حابين نعمل ايه تاني مع بعض عشان نعمله سوا. بصوا شايفين قد ايه طالعه حلوه ولونها تحفه ازاي. هنجيب الفراخ بتاعتنا نغسلها كويس جدا، معانا بقى بصلايه حطيت عليها فلفل وملح وزعتر، نقلبهم كويس قوي. نجيب بقى البصل دوت وندخله جوه الفراخ وجوه الفتحات اللي احنا عملناها وتحت الجلد، بيدي طعمه حلو قوي. وبقى نحضر التتبيله، معايا معلقه صلصه، معايا 3 معالق كاتشب، معلقتين زبادي، معلقه باربيكيو، ومعلقتين زيت بعد الباربيكيو، وشويه بهارات كده هكتبها لكم في صندوق الوصف، عباره عن بابريكا وزعتر وبصل بودر، توم بودر، معلقه سماق، هكتبها لكم في صندوق الوصف، ونص عصره ليمونه كده بتدي طعم حلو قوي، ولو في اي زفاره بتشيلها. هنجيب البطاطس بتاعتنا والبصل والفلفل، حطوا الفلفل الوان براحتكم، وانا حطيت كمان طماطم كده شرايح. هنقسم بقى الخلطه دي على البصل والطماطم والحاجات بتاعتنا دي، الحبشتكنات دي كلها، ونصها التاني على الفراخ. هندهنها كويس قوي، لازم تشرب من التتبيله. انا عايزه اقول لكم يا جماعه التتبيله ديت لما حطيتها على البطاطس نقلت بجد الصينيه في حته تانية خالص، طعمها حلو جدا. بعد ما دهنا الفراخ كويس قوي، انا جبت شفشق حطيت حوالي مثلا 5 طماطميات كده، عصرتهم ونزلت على الصينيه بتاعه البطاطس والفراخ كلها. هنشغل النار، انا بحطها حوالي مثلا ربع ساعه على النار، اديها حوالي مثلا غلوتين 3 كده على النار، وبعدين بقى بشغل. يعني بصوا لما بتبتدي تعمل كده خلاص بشغل الفرن واسيبها بقى تستوي في الفرن مع نفسها. هي مش بتكمل حوالي ساعه الا ربع، نص ساعه بالكتير قوي، وما بتكملش. يعني اسهل صينيه بتتعمل، بس اهم حاجه يكون التتبيله بتاعتها بتكون مظبوطه. بس انا هنا خلاص شلتها من على النار، حطيت بقى هحط ورقه زبده، وبعدين الورق الفويل بتاعي ندفنها خالص كويس. بصوا طلعتها كده شويه من الفرن بعد ما قعدت، وكل شويه اطلعها احط عليها الصوص دوت عشان تاخد وش حلو. انا كده خلصت، يا رب تكون الصينيه عجبتكم، واتمنى تجربوا الطريقه بتاعتي بجد مختلفه جدا وهتحبوها. والخلطه اللي انا عملتها ديت تحفه. انا عملت جنبها رز بالشعريه، كان طعمها حلو قوي وكانت مستويه. وبصوا البطاطس طالعه كلها سليمه مش مهريه مني، عشان كنت واخده بالي منها كويس قوي، دي اهم نقطه. لو انتوا البطاطس مقطعينها شرايح صغننه هتتهري منكم بسرعه جدا، لكن لو شرايح تخينه هتستوي مع الفراخ عادي جدا مش هتتهري. بيكون الفيديو عجبكم ما تنسوش تعملوا لايك وشير للفيديو وسبسكرايب للقناه، وتقولي حابين نعمل ايه تاني مع بعض ونعمله. باي باي.